لكن دخل مصر يوليوس قيصر هيلتقي بكليوباترا، بينسى قضية بلاده. النتيجة الطبيعية لده اغتيال يوليوس قيصر في نفس اليوم اللي قرر ان يعلن فيه روما مملكة. بعدها اوكتافيوس طلب من أنطونيوس ينزل يخلص. يا هذه المصيبة السوداء، ظهرت لي كليوباترا جايبه معاها بعض الجواري وقاعده في مركبه. النتيجه لده ايه؟ بيقعد في مصر، بيقرر يدخل في حرب مع روما. طبعا لانه ما سمعش الكلام، اوكتافيوس بيدخل مصر وبيضم مصر للرومان، وبالشكل ده بتخضع مصر لحكم الرومان فتره طويله جدا. الفتره دي بتتقفل عند الفتح العربي الاسلامي لمصر بمجيء عمرو بن العاص زي ما هو بعرف. لما بيضم مصر للحكم الإسلامي بتكون ساعتها الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة، في عصر الخليفة عمر بن الخطاب. عمرو بيحضر لمصر، خد بالك معايا في الأسماء والتواريخ زي ما اتفقنا، في عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بيضم مصر، وبالشكل ده مصر بتبقى ولاية إسلامية تابعة للخلافة الموجودة في المدينة المنورة. طب اللي بعد منه مصر زي ما هي ولاية إسلامية ولكن تابعة للخلافة الأموية في دمشق. طب بعد منها مصر ولاية إسلامية ولكن تابعة للدولة الإسلامية العباسية في بغداد. يعني احنا عندنا بس مكان الخلافة هو اللي بيتغير، لكن أحوالنا بتظل على ما هو لأننا ولاية جزء من كل. لكن اللي بنلاحظه إن في العصر العباسي الثاني بتضعف الخلافة العباسية، ده بيدي فرصة لقيام دول مستقلة في العالم الإسلامي. يهمنا بلدنا هنا مصر. يعني إيه دول مستقلة؟ يعني الوالي من دول الخليفة العباسي بعته يحكم مصر والي، يقوم واخد مصر يخليها ملك له ولخلفائه من بعده. طب أول دولة قامت عندنا بالشكل ده 868 ميلادية. اقف عند 868. بيحضر لمصر واحد المفروض يحكمنا كوالي ولكن بيستأثر بحكم مصر، اسمه أحمد ابن طولون، وبيؤسس الدولة الطولونية. الدولة الطولونية في الفترة من 868 إلى 905 ميلادي. دولة عمرها قصير رغم انها الدولة الطولونية، الا ان عمرها قصير. بيخلفوا طبعا مجموعة من الخلفاء، ابرزهم خمراوي ابو قطر الندى الشهيرة اللي اتجوزت الخليفة العباسي في بغداد. هي كانت المفروض مرشحة لابن الخليفة، لكن الخليفة نفسه عايزها، الخليفة نفسه هو اللي طلب قطر الندى، وراحت تتجوز الخليفة العباسي في بغداد. ولذلك باقي في تراثنا المصري الشعبي الجميل الأغنية المعروفة يا حن يا حن يا حن يا قطر الندى، وربما بنغنيها بالصعبانيات دي لأنها راحت تتجوز راجل كبير الخليفة العباسي في بغداد. الدولة الطولونية هي عمرها قصير، يجي من بعد منها دولة مستقلة عمرها قصير برضه اسمها الدولة الإخشيدية. طب الفترة بتاعتها من كام لكام؟ من 934. انت غلطت ولا انت قلت 905؟ لا، ما هو من 905 ل 934 نرجع تاني تابعين للولاة العباسيين، لكن 934 تقوم دولة مستقلة جديدة على يد مين يا عم بسيط؟ محمد ابن طغج الإخشيد، اللي يتوارثها من بعده خلفائه لفترة مش كبيرة برضه. يعني احنا عندنا الفترة من 934 ل 969 ميلادية الدولة الإخشيدية. ايه اللي بيجرى 969؟ الفاطميين بيحضروا لمصر ويحكمونا تحت اسم الخلافة الفاطمية. طب الفاطميين دول جايين منين؟ من المغرب، أسسوا الدولة بتاعتهم في المغرب وجايين يحكمونا، قرروا ينقلوا حكمهم هنا في مصر. في الفترة من كام لكام؟ من 969 ل 1171. أسسوا لنا طبعا العاصمة الجميلة بتاعتنا القاهرة بيد جوهر الصقلي قائد جيوش المعز لدين الله، وبيحضر المعز لدين الله ليكون أول الخلفاء الفاطميين في مصر. بيتولى من بعده مجموعة من الخلفاء الفاطميين وصولا إلى 1171. إيه اللي بيحصل؟ حضر لمصر مين؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي بتأسيس الدولة الأيوبية في مصر والشام، بتخضع مصر للحكم الأيوبي في الفترة من 1171 ل 1250. بتبدأ بصلاح الدين وبتنتهي بتوران شاه آخر حكام الأيوبيين في مصر. القائمون على العمل في هذا البرنامج
قالوا لي عشان اكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف وانا لفظ باللي هم بيقولوه. المهم انكم لازم تعملوا الاجراءات دي عشان اقدر اكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you.